طبعا انت نفسك تعرف انا بعمل ايه. انا جاي اقول لك ولا حاجه، انا كنت قاعد بسكرول على الموبايل بلا هدف، وعلى فكره انت بتعمل كده وناس كتير بتعمل كده. جت عليا. بصوا بقى، انا مدمن، ومش بس انا، ده انت وانتي كلنا مدمنين. احنا خلاص بقينا مدمنين للموبايل، مدمنين ان احنا نفضل نسكرول، وهو ده موضوع حلقه النهارده. ادمان ايه؟ انا بلعب عادي بتصفح. لا مش عادي. ادمان الموبايل هو ان انت تركز على الاجهزه وتستخدمها بشكل مش عادي في حياتك اليوميه. يعني تخيل ان انت تقريبا كل شويه بتبص. ثواني بس اشوف مين اللي بعت لي رساله. ثواني بس يا جدعان، ثواني، مستني ميل مهم، مستني ميل مهم اشوفه جه ولا لا. عايز افهم منطق الناس ايه. وبتفضل كده طول اليوم. اصل الاستخدام اللي قصدي عليه مش اللي هو كل كام ساعه كده ابص عليه مره، لا ده كل كام دقيقه مره. وبدل ما تشغل حياتك بحاجات حقيقيه ومفيده، يعني مثلا يا جدع اقرا لك كتاب، اتعلم لك صنعه، مش عيب. انت لسه مستني يا ابني؟ قوم اتعلم لك صنعه تنفع بيها نفسك، البلد كلها بقت جرافيك ديزاينر. انت فين؟ قاعد ماسك الموبايل وبتتفرج عليا. مش هلومك لان دي حاجه كويسه لو بتتفرج عليا. صاحبنا ده بيشغل لك تركيزك وبيعطلك عن انك تعمل اي حاجه مفيده في حياتك. سنه 2008 في مؤسسه اسمها يو جوف للابحاث عملت تقرير لمؤسسه البريد الانجليزيه عن حاجه اسمها نو موبايل فوبيا، ودي كلمه بتوصف حاله التوتر والضغط العصبي اللي بتجيلنا اول ما بنسيب الموبايل. اصل قول لي كده، كم مره حطيت دماغك على الديسك في الجامعه وعملت نفسك نايم وانت عمال تلعب في الموبايل؟ وكم مره قلت للميس ومسكت الموبايل وقعدت تلعب فيه؟ اصل انا مش تلميذ، انا جايبها من تحت. حتى الاطفال الموبايل بقى لازق في ايديهم، ده حتى الست وجوزها لما بيخرجوا في مكان ويقعدوا يمسكوا موبايلاتهم ويتفرجوا عليها بس. يا اسطى حلل ال 500 جنيه ستيك. وحتى لو جربت تغير جو وتخرج مع صحابك هتلاقي الكلمه دي بتتقال دايما. واحنا جايين نقعد مع بعض ولا جايين نقعد مع الموبايلات يا اخوان؟ وعلى فكره انت بتقول الكلمه دي وانت ماسك الموبايل في ايدك يا منافق. طب احب اقول لك بقى ان في ابحاث جديده اثبتت ان الموبايل واستخدامه ضار على صحتك العقليه، وانت مش ناقص. ولو مش همك صحتك العقليه فالحياه الاجتماعيه بتروح في داهيه. طب مستواك الدراسي يا فندم؟ بص يا صاحبي، انا مش عايز اقول لك ان ساعات بيسبب ضرر جسدي، بس هو باين يعني. في علماء كوريين كتر خيرهم شان سو، دول اتنين مش واحد، عملوا دراسه قالوا فيها ان 95% من الامريكان عندهم موبايلات محموله. هتقول لي ليه بتقول موبايل محمول؟ روشنه؟ لا، لان الموبايل المحمول يشمل السمارت فون والغير سمارت فون اللي هو ابو زراير. هتقول لي طيب اللي عندهم سمارت فون كام؟ 77% منهم. وفي سنه 2014 بس كان عدد الناس اللي معاهم سمارت فون 1.85، وفي 2017 ربنا كرمهم وبقوا 2.32 بليون، وفي 2020 وصلوا ل 2.87 بليون. انتوا متخيلين بقى ان الارقام اللي بقولها لكم دي عدد الناس اللي بيستعملوا الموبايلات؟ تخيل بقى في كام واحد منهم مدمن موبايل. في 2016 طلع عدد من العلماء والباحثين وقالوا ان احنا فعلا مهم جدا ان احنا نستخدم الموبايل، ده بيسهل لنا جدا، ولكن ما انكروش ان في ادمان للموبايل، وقالوا ان هو مضر وليه 3 تاثيرات، والتاثيرات دي جسديه ونفسيه واكاديميه. هتجننا يخرب بيتك. طبعا هتهاجمني وتقول لي بتقول ايه؟ جسديه ونفسيه واكاديميه ايه؟ انا زي الفل بتجيب مقبول؟ يالا قول لي، انا مش هعاتبك بس هقول لك ان انت عقلك ما بقاش زي الفل، ولو فضلت مدمن هيضيع منك خالص. احب اقول لك ان دلوقتي بقى في اعراض واضحه وصريحه لادمان التكنولوجيا. هتقول لي زي ايه بقى؟ يعني في مثلا عندك اضرار جسديه زي قله النوم والقلق والضغط العصبي، وده كله بقى يا حبيبي بيؤدي للاكتئاب، وده بسبب استخدام الانترنت بشكل مبالغ فيه. المشكله الحقيقيه ان دي عاده تحولت لالتزام، وده كده يسمى ادمان. اصل انت اغلب الوقت ماسك تليفونك حتى لو ما عندكش سبب مقنع، وانك تفضل مهووس بمين نزل على الفيسبوك، ولا مين بعت لك على الواتساب، ولا مين اللي بعت رساله، ولا مين بقى اللي نزل صوره على الانستجرام. اول ما بتلاقي نفسك متضايق او مخنوق او بتهرب من مراتك عشان هتسالك على المصاريف، ولا من طلبات ماما اللي عايزاك تعملها في البيت، فانت في الوقت ده بتقوم جاري ومستخبي في اوضتك وتبدا تفتح تليفونك. خلاص هو بقى لا غنى عنه، مش قادر تفرقه، وتقول لي هو ده اسمه ادمان؟ احنا مدمنين زي بعض يا راجل. ادمان يا ولد. الموبايل يا ماما، قصدي الموبايل، مدمن موبايل. بساعد الشباب عشان نبطلوا سوا. وفي 2013 جراح المخ والاعصاب انسيجا طلع قال لك ان مفيش دليل علمي يربط ما بين اشعه الموبايل ومخاطر الاورام، لكن الاحتماليه موجوده زي ما قالت شان سو. وقالوا كمان ان المراهقين اكثر عرضه للتاثر بالتليفون المحمول واضراره. وفي 2013 طلع عالم تاني اسمه روزن ال دي قال لك ان الاستخدام الزايد للتليفون المحمول مرتبط بالتصرفات السلبيه والاحساس بالقلق والاعتماد على الادوات اللي زي الساعات الذكيه والسماعات البلوتوث. كل ده بيزيد مخاطر الاصابه بالقلق. سنه 2015 عمل عالم بحث على 439 طالب من سن 11 ل 17 سنه، وكانوا من وسط سويسرا. جابوا الطلاب ووزع اسئله على ابهاتهم الاول وبعد كده الاولاد، وبعد سنه عاد نفس التجربه على نفس الابهات ونفس الاولاد. كان
وكان الفرق واضح على صحتهم تدهورت بسبب استخدام الموبايل بالليل لفتره طويله. سهر الليالي على التليفون ده خد من عمرنا كتير والله، ولكن الراجل يشكر لانه ما لقاش حاجه بتربط ما بين نشاط الذاكره والموبايلات. يعني من الاخر ما بتاثرش على الذاكره، من ابو بلاش. هتسالني طبعا وتقول لي هو ايه اللي عمل فينا كده وايه السبب للي وصلنا له ده؟ هو الانترنت، مفيش غيره. من ساعه ما دخل الانترنت بقت اي معلومه تقدر توصل لها بسهوله، تقدر تشتري اي حاجه بشكل اسرع. ده ما بقاش فيه مستحيل، ده بقى سهل وسهل قوي كمان. ما هو بيزنس. اصل الشركات المطوره للمحمول مستفيده، كل سنه بتنزل اصدار احدث من اللي قبل وفي تطوير اكتر من اللي قبل. اصل هم مش خسرانين حاجه، ده شغلهم. لدرجه ان في سنه 2021 اتباع 1.43 بليون قطعه موبايل. الرقم ده مهول. هتقول لي ال 1.43 بليون قطعه دول يعملوا لهم كام بالمصري؟ لا انا هقول لك بالدولار، 409 بليون دولار. يعني تخيل كده ان ابل تقريبا قيمتها التسويقيه قد قيمه نتفليكس والميتا كلها مع بعض. ولو جيت لاستخدامك كبني ادم عادي هتلاقي ان انت وانت قاعد في بيتك بتبدا تنزل صورك عادي جدا وتبدا مترقب، هتجيب كام لايك كام كومنت، انت منال علقت ولا لا، طب انتهى الكلام. وبدا ان يكون في ادمان لرغبه الناس في زياده المتابعين. السوشيال ميديا خلت الناس بقت تقيس بعضها بعدد المتابعين، يقول لك ده جامد جدا ليه عنده مليون متابع. لا تصدق جامد عشان جيلاني عنده مليون متابع بس. زمان كان الشخص الجامد هو الجدع الشاطر الذكي في شغله، ونوع الادمان ده كان سبب رئيسي في انتشار حاجات تستحق وحاجات لا تستحق بالمره. احب اقول لك ان ده نوع خطير وسبب رئيسي في تشويه معايير كتير وتشويه فكر الناس اكتر. طب احنا فين دلوقتي؟ احنا في الفومو. الفومو ده جاي لنا من انهي نصيبه بقى؟ هو احنا لحقنا نخلص من كورونا عشان يجي لنا فومو؟ يا اسطى ما تصبر على نفسك. وترجمتها بشكل سريع هو الخوف من الضياع. دايما بتحس ان في حاجه فايتاك، في حاجه ضايعه منك. بتبص على الناس البلوجرز بتلاقيهم كلهم في الساحل. ايه ده؟ هو انا المفروض اروح الساحل؟ لا، بس انت بيهيأ لك ده، فبتحس ان في حاجه فايتاك. انت المفروض تكون هناك. لا مش المفروض، انت المفروض تكون بتعمل نجاحك الشخصي. المفروض تكون انت دلوقتي عايش حياتك، مش خايف ان في حاجه فايتاك، مش خايف ان انت المفروض تكون زي الناس دي. كل واحد ليه حياته وليه شكلها، ليه المصايب اللي بتحصل فيها وليه الحلو. عمر ما حد هيطرح لك حاجه وحشه بتحصل في حياته، هو دايما هيطرح لك الحلو. وده كله وصلنا لنقطه تانية خالص، وهي ان احنا بنهتم بحاجات ممكن ما تكونش متناسبه مع مستوانا الاجتماعي او الفكر الاجتماعي بتاعنا. حتى زمان لما كنت بيوحشك واحد صاحبك كنت بتروح وتسال عليه، ما ده الطبيعي. دلوقتي بتبعت له رساله، رد كان به، ما ردش الباب يفوت جامد، وانا هتصل مين حضرتك؟ بص يا سيدي، بصراحه الانترنت بيدي فرصه لكل من هب ودب يتطفل على الاخر. البيوت خلاص بقت تتخرب بسبب بتاع كده صغير بينور. بقينا عايشين حياتنا كلها في توتر وقلق، مش ملاحظين ان كلمه راحه البال اختفت خلاص من قاموسنا، ما بقتش تتقال. حتى الابحاث النفسيه اثبتت ان الناس خلاص بقت مشتته، مش قادرين يركزوا على حاجه واحده ينجزوها. حتى اللي مش موجود على السوشيال ميديا بيحس انه منبوذ اجتماعيا. انت ازاي ما عندكش فيس ولا ما عندكش انستجرام؟ انت مش عايش معانا؟ طب احنا هنفضل كده؟ هنحلها ازاي دي؟ الخبراء قالوا لك كام نقطه عشان تقدر تتخلص من الادمان ده. اول حاجه، ابعد الموبايل عنك خالص. لا مش كده، ده خالص قوي. وحاول ان انت تتجاهله تماما. مش راضي. مش هرد. الو، اخلص تصوير واكلمك. حاضر. لا بجد احنا لازم ناخد قرار وموقف. اي حاجه تقدر تبطلها او تقدر تبعد عنها بقرار. انت لازم تكون صاحب قرار. فكر دايما ان الرسائل مش هتطير. مفيش حاجه مهمه هتنجزها بمجرد ان انت تبص على رساله او ان انت تنزل بوست او ان انت تشارك حاجه. المهم حياتك ان انت تنجز فيها وتكون احسن وتنجح فيها. البعد عن الموبايل او اي ادمان قرار وانت لازم تاخده.